عزيزي المشاهد، خلينا نتخيل شخص بني آدم اسمه أحمد كان عنده امتحان، وعلشان أحمد لقى نفسه محاط بناس بتبصله بطريقة هو كان شايفها مريبة شوية. هو طبعا فهم ساعتها إنه هيكون منبع الأمل لبعض الإخوة أصحاب الرؤوس اللي عاملة زي المكرونة دي. طبعا لو أنت متضايق إني بقول عليه مكرونة ما تتضايق، وانا قلت حاجه غلط، انت راسك شبه المكرونه. لا لا، انت رايح فين عزيزي؟ انا عايز مشاهدات. اكيد طبعا مش انت، انا بقول عليهم هم عزيزي. بعدين هي المكرونه وحشه؟ ده انا امي بتقول لي هات شعرك اغسل بيه مواعين، فايزي يعني. ولكن احمد بصراحه فكر في طريقه يحمي بيها عرضه وشرفه واي حاجه بتنتهي المهم، فجه في بال احمد علشان يحل الامتحان كان قدامه ورقتين، ورقه فيها اسئله الامتحان، وورقه تانية المفروض ان احمد هيكتب فيها الاجابات. فاحمد علشان يسوح الناس اللي حواليه اللي زي ما قلت لك عندهم بصيص من الامل في المنقذ، فضل يبص في ورقه الاسئله. الورقه كان اغلبها اسئله اختر، ومع كل سؤال الاجابه احمد ما كانش بيعلم عليها، لا بيعلم على الاجابه اللي بعدها. يعني لما الإجابة بتكون باء أحمد بيختار جيم، لما بتكون دال أحمد بيختار ألف. بعد بقى ما كان يخلص، وفي آخر الوقت بعد ما معظم اللي كانوا مغرمين بأحمد في الوقت ده، اللي كان طبعا مصدر لهم ورقة أسئلته ولا أجدعها تصديرة، بعد ما معظمهم سلم ورقته ولما أخذ في الكلمة لبسوا، الباقيين خلاص أصلا مركزين إنهم ينقلوا الإجابات بتاعتهم لو لسه ما نقلوهاش. أحمد هنا بقى فتح ورقة إجابته علشان ينقل الإجابة، ولكن أحمد ما كانش بينقل الإجابة اللي هو معلمها في ورقة الأسئلة. أحمد كان بياخد الإجابة اللي قبل اللي هو معلم عليها. أحمد هنا عمل العكس، أخد الإجابة اللي قبل اللي معلم عليها، اللي هي الإجابة اللي هو كان مصوب عليها أصلا. طبعا دي قصة من خيال، يعني أكيد طبعا حاجة زي كده ما حصلش معايا في امتحان الإنجليزي ثانوية عامة وجاي أحكيها لك، يعني أكيد اللي لسبب ما محدش عارفه أحمد جاب فيه 59 من 60 وفي ناس حواليه جابت 4 من 60، يعني لسبب ما يعني ربنا أعلم بقى، ويعني ربنا يصفي نوايانا. على قد ما حاجة زي الانكريبشن هي حاجة ببساطة اللي أحمد عمله، اللي نقدر نقول إنه عمل عملية تشفير للإجابات بتاعته، على قد ما الموضوع معقد بطريقة أنت ممكن ما تتخيلهاش. صلي على النبي محمد. في الحقيقة يا عزيزي اللي عمله أحمد اسمه substitution، اللي هي باختصار المعلومة هي بالظبط ولكن اتغير في شكلها. وطبعا أي حد يعرف القاعدة أو هيلاحظ الموضوع هيقدر يفك اللي أحمد بيعمله كله، هيكون فعليا ولا حاجه، يعني من غير اي حاجه كده، بس يشوف الانماط يقدر يتعرف على طريق الحاجه اللي بتحصل، فبكل بساطه ممكن يفك اللي انت بتعمله ويكشفك فعليا. تخيل معايا عزيزي المشاهد، انت بتعمل برنامج، البرنامج ده اللي انت بتعمله بيستلم رسائل وبيبعت رسائل. الرساله اللي المستخدم ده بيبعتها مثلا لمستخدم تاني بتكون شايل اربع حاجات: السورس اي دي هو الاي دي بتاع الشخص المرسل، الديستنيشن اي دي او اللي هي الاي دي بتاع الشخص المستلم اللي هيتبعت له الرساله، وبعدين محتوى الرساله، والتريجر بيحدد هل الرساله وصلت ولا لا. حضرتك اكيد عارف ان احنا مش عايشين في جنه، ويعني ولاد الحلال كتير يعني حوالينا، فحضرتك اكيد يعني هتفكر زي اي حد، انا عايز احمي البيانات دي، احنا في حاجات لو طلعت واي حد شافها يعني هتودينا السجن. ففكره انك تغير كل حرف مثلا باللي بعده او بالرقم بتاعه في الاسكي كود، فدي فكره فاشله مش هتنفع. ده تقنيا ما اسموش تشفير. في عالم التشفير انت بيكون عندك بيانات، يعني بصرف النظر عن نوعها، في عندك حاجه اسمها كي او مفتاح. ده طبعا بيكون سري ما بين المصدر والديستنيشن او هو يعني ايه ديستنيشن بالعربي؟ اسمها ايه الكلمه؟ انا نسيت كلمه ديستنيشن معناها ايه بالعربي، انا ما بهزرش. الوجهه، واخد بالي. وطبعا الكي ملوش اي لازمه من غير الجوريثم. تستخدم الكي ده علشان تفك التشفير او علشان تعمل عمليه التشفير اصلا. وخد بالك هنا من حاجه مهمه، الخوارزميه مش مهم ابدا انها تكون سريه. الدليل على كده انه في خوارزميات مشهوره واي حد يقدر يطلع عليها، وفي نفس الوقت مستخدمه بشكل واسع جدا، ومع ذلك نادرا لما حد بيعرف ان هو يكسرها. في الطبيعي او حتى اكتر من الطبيعي شويه، الخوارزميات دي بتكون غير قابله للتحلل او انه حد يحللها، فاهم؟ لان حضرتك الشيء السري المحفوظ اللي محدش عارفه هو الكي. ودي نقطه برضو مهمه جدا، لانه لو حد قرر كده انه لا، علشان اخليني في المضمون اعمل الجوريثم خاصه بيا انا، فده فعليا بيعمل مصيبه امنيه، لانك كشخص بشري انت محدود جدا في العمليات المعقده حسابيا. انت بتكون كويس في التفكير المنطقي، لكن في التوقع السيناريوهات والخوارزميات المعقده لا. ده غير ان الخوارزميه لازم تكون سهله جدا في اتجاه واحد وشبه مستحيله في الاتجاه المعاكس. يعني ايه بقى الكلمتين اللي فاتوا دول؟ هفهمك دلوقتي. تعال نتخيل انك بتستخدم واحده من الخوارزميات المشهوره في تشفير البيانات اللي هي AES 256، او يعني اللي هي اختصار لجمله Advanced Encryption Standard 256. طبعا انا بصراحه مش هدخل في تفاصيل الخطوات الخوارزميه بالضبط لانها معقده جدا
اوكي، بتقسم الحاجات لبلوكات، وكل بلوك بيعدي ب 14 راوند، كل راوند بيحصل فيه حاجات. ممكن بعدين نتكلم عن الخوارزميات دي اكتر يعني، ونتعمق فيها شويه، اللي هو بقى عارف ازاي استخدمها وبتعمل ايه بالظبط، عشان خاطر تكون فاهم انت خوارزميه للتشفير ان شاء الله. يعني الفكره بقى ان الخوارزميه دي بتاخد كي طوله 256 بت. واحد يقول لي ده رقم قليل جدا. الرقم القليل جدا ده احتماليه المفاتيح اللي انت ممكن تطلعها منه علشان نعرفها هتجيب عدد احتماليات القيم جوه كل بت، اللي هي 2 0 1. بعد كده هنحط بقى اس عدد البتات دي كلها، اللي هي بكل اختصار هيكون 2 اس 256. الرقم القليل جدا ده ممكن تطلع منه عدد من الاحتمالات للكي قريب من عدد الذرات اللي موجوده في الكون. وعلشان اكون دقيق، احنا يعني مش متاكدين بنسبه 100% من عدد الذرات الكون بشكل دقيق يعني، بس الفكره انه رقم مرعب. رقم انت وانت بتقراه هتتعب. واحده من ضمن طرق اختراق كلمات المرور هي البروت فورس او القوه الغاشمه. يعني في ناس كتير عارفاها، انك تقعد تجرب كل الارقام الممكنه لحد ما توصل للرقم يعني الصح. في اسوأ الحالات الخوارزميه دي ان الرقم بيكون هو اخر رقم، يعني بتجرب كل الاحتمالات. اوكي، فعليا انت لو بتستخدم الخوارزميه دي علشان تتوقع يعني الاحتمالات اللي احنا لسه جايبينها من شويه، اللي هو 2 اس 256 احتمال، فعليا عمر الكون كامل مش كفايه. يعني لو واحد كده ظهر بعد الانفجار العظيم وفضل لحد النهارده مشغل العمليه دي او يعني الخوارزميه دي عشان خاطر يفك او يجيب كل الاحتمالات الممكنه، هيفضل لحد النهارده ولسه ما وصلش. وده يفسر ليه الخوارزميه دي معتمده رسميا من الحكومات والجيوش. بس خد بالك، المهم مش ان الخوارزميه بتشتغل ازاي، لان الخوارزميه هي آلة رياضيه ضخمه اللي بيشغلها اصلا هو الكي. فانت لازم تحمي الكي بحيث انه مفيش حد مخترق يقدر ان هو يعرف، لان ساعتها كل الحاجات دي هتكون ولا ليها اي لازمه. طيب لو انت دارس شبكات او عارف الاساسيات على الاقل، اكيد انت عارف حاجه اللي هي حاجه زي الاو اس اي موديل. طبعا النسخه دي قديمه شويه، ما عادتش بتستخدم، في نسخ افضل او يعني جدول احدث بيبريزنت الموضوع، بس يعني المهم ده مش موضوعنا. اوكي، اللي انا عايزك تعرفه ان الاو اس اي موديل ده بيبريزنت او يعني بيمثل اللايرز اللي بتعدي عليها البيانات اللي حضرتك بتبدا انك تشاركها على اي شبكه على الانترنت ان كانت. الفكره ان كل لاير في الاو اس اي موديل مسؤول عن وظيفه معينه. مثلا لاير زي النتورك مسؤول عن حاجه زي الاي بي ادرس، حاجه زي الابلكيشن فدي مسؤول عن حاجه زي التشفير، وتحديدا في لاير اسمها برزنتيشن على ما اتذكر، بس خلينا نقول اللي هي في الابلكيشن عامه. في اللاير دي بيحصل عمليه التشفير، في اللاير دي بيحصل تحديد للبروتوكول اللي حضرتك بتستخدمه علشان تنقل بيه البيانات. البروتوكول في العموم هو اللي بينظم ازاي البيانات دي هتتنقل، هو اللي بينظم الحركه بتاعه المرور بتاعه البيانات دي. طبعا في بروتوكولز ما فيهاش اصلا تشفير او حمايه للبيانات، زي مثلا اكيد انت عارف وسمعت عنه قبل كده اللي هو HTTP. HTTP ده بيكون بروتوكول لمشاركه صفحات الويب اللي هي بصيغه HTML، هو كده بينقل الصفحات دي يعني على الانترنت. لكن في بروتوكول تاني بينقل برضه صفحات HTML وبيكون محمي، بيكون سكيور، اللي هو HTTPS او يعني اللي هو HTTP plus secure. ده بيعمل عمليه تشفير لصفحات الويب اللي هي بتكون بامتداد HTML اللي بتتنقل للمستخدم، زي مثلا صفحه بياناتك على حساب زي باي بال مثلا. لما انت بتدخل تشوف بياناتك الشخصيه على منصه زي باي بال مثلا، الحاجات دي بتتنقل لك عن طريق الانترنت، فلازم ولابد انها تكون محميه ومعمول لها عمليه تشفير. لو انت بتبعت ايميل فساعتها البروتوكول اللي بيشتغل هنا مثلا هو الاس ام تي بي، ده برضو بيعمل تشفير لمحتوى الايميل بتاعك. طبعا هو في نوعين من البروتوكول ده، بيمر مثلا في عندك بورت تي سي بي 25 ده ما بيكونش محمي او ما بيكونش مشفر، اما اللي بيكون محمي بيمر ببورت تقريبا على ما اتذكر كان 587. لحظه كده اتاكد، تي سي بي 587. المهم علشان تكون فاهم، بس يعني سيبك من كل الكلام اللي فات ده ملوش لازمه، بس حاليا عشان تكون فاهم، لما انا ببعت HTTP ريكويست من خلال البراوزر بتاعي واكتب كده دومين كده او يعني اكتب اسم موقع، اول حاجه بتحصل هو انه لو انت كاتب بعد ال HTTPS دومين لموقع اللي هو بيكون www.مش-عارف-ايه.com، اول حاجه بيعملها انه بيبعت DNS ريكويست علشان يحول الدومين ده لاي بي ادرس، لان التعامل في شبكه الانترنت عامه ما بيكونش بالدومين اللي انت بتكتبه، بيكون بالاي بي مش بالدومين. بعد ما بيعرف الاي بي البراوزر بيكون ساعتها عارف هو هيروح فين قبل ما الريكويست يتبعت من البراوزر للسيرفر اللي شايل ملفات الموقع، لانك حضرتك لما بتبعت HTTP ريكويست تبعته للسيرفر معين او لمكان معين شايل ملفات ال HTML. قبل بقى ما بيعمل ال HTTP ريكويست اللي احنا سايلين عليه، بيعمل حاجه اسمها TLS هاندشيك. دي ساعتها البراوزر او السيرفر
بيرحبوا ببعض وبيهيئوا عمليه تبادل الكي والخوارزميه اللي هيشفروا بيها والكلام ده كله. لان احنا قلنا من شويه ان ال HTTPS بينقل ملفات HTML، فاللي بيحصل هنا انك لما بتستخدم HTTPS ساعتها البراوزر بيعمل عمليه TLS هاندشيك. ال TLS هاندشيك دي بتكون قبل عمليه النقل، دي اللي بتهيئ الاتصال وبتهيئ عمليه التشفير او الخوارزميه اللي هم هيشفروا بيها، وبرضه بيتفقوا على كي معين. لان حضرتك انا لما بكون باعت لسيرفر، انا في ملايين السيرفرات حول العالم، اكيد انا البراوزر بتاعي مش عارف كل الكيز بتاعت السيرفرات دي، وغير كده الكي اصلا ممكن يكون في كل ريكوست يكون مختلف عن الثاني. عشان كده في حاجه اسمها TLS هاندشيك. دي برضه انا بصراحه مش هتعمق فيها ايه اللي بيحصل فيها بالظبط، لانه في عمليات كتيره بتحصل هنا وكل عمليه فيها تعقيد. زي ما قلت لك ممكن نعمل فيديو مخصص نشرح فيه الخوارزميات دي بقى بالتفصيل والاساليب اللي ممكن يعني بتستخدم، ونشرح كل خطوه فيها بتتم ازاي. انا عامه بستفيد من الحاجات دي قبلك، فانا ناوي ان شاء الله ان نعمل حاجه زي كده. بعد ما بتتم عمليه TLS هاندشيك بتبدا هنا عمليه HTTP ريكويست، بس الفرق ان ما بيكونش جاي قالع كده، يعني مش زي ما انت على طول تكتب HTTP، لا انت لما بيكون في عمليه تشفير هتحصل بيكون فوقه TLS. وبالمناسبه TLS ده بروتوكول مخصص للتشفير بشكل عام. زمان كان بيتم استخدام بروتوكول تاني اسمه SSL، بس حديثا يعني البروتوكول ده ما عادش بيستخدم، واللي بيستخدم هو TLS لانه احسن واكثر كفاءه وكل الكلام ده. انا هنا قلت حاجه خد بالك، انه TLS هو بروتوكول مخصص للتشفير بشكل عموم. زي ما قلنا ال HTTP لما بيكون جنبيه S-Secure بيستخدم الاول البروتوكول اللي هو TLS ده علشان يعمل عمليه التشفير والكلام ده. يعني كانك بتجيب البروتوكول اللي هو unsecure او اللي هو مش محمي اللي هو ال HTTP، وبتحط فوقه البروتوكول اللي بيحميه اللي هو TLS بكل بساطه. اتمنى الفكره بس تكون وصلت. وزي ما قلت لك ال TLS هو بروتوكول مخصص كده عموما لوحده، يعني مش بس ال HTTP اللي ممكن يستخدمه، لا اي بروتوكول مسؤول عن عمليه نقل معينه ممكن يستخدم البروتوكول ده فوقيه علشان يكون سكيور او عشان يشفر البيانات. وطبعا بعد ما البراوزر بيبعت ال HTTP ريكويست بيرد عليه السيرفر بالصفحات اللي بتكون طبعا مكتوبه ب HTML و CSS وجافا سكريبت، وبيستلمها البراوزر بيعمل عكس لعمليه التشفير وبيبدا يرسم الصفحه للمستخدم. طيب انا شايف ناس دلوقتي مستنيانه اتكلم عن الجزئيه دي. انا فاهمك وبجهز الطبخ على نار هاديه، فاهم الفكره؟ الكوانتم كمبيوتر طبعا ناس كتير قوي اتكلمت عن انه البتاع ده ممكن يفك تشفير الانترنت، وانه ماشين مرعبه وبتتعدى الحدود العقل وبتتطور بشكل متطرف فعليا. طيب معظم طرق التشفير المستخدمة دلوقتي زي ال ECC وال RSA، دي برضو زي ال EES اللي احنا كنا قلنا عليها من شوية، دول كلهم أنواع تشفير. النوعين بقى اللي أنا لسه قايلهم دول اللي هم ECC وال RSA بتكون معتمدة على مشاكل رياضية معقدة جدا ومهلكة بشكل مش طبيعي للكمبيوتر العادي. بس الفكره انه السوبر بوزيشن بتاعت الكيوبيت، طبعا انا مش هقعد اشرح تركيبه الكوانتم كمبيوتر لانه اتحلب في كل حته، فانت ممكن تشوف يعني حاجه يعني ايه اصلا كيوبيت والكلام ده كله. السوبر بوزيشن دي او اللي هي الستيت بتاعت السوبر بوزيشن دي بتخليه يقدر ينفذ عمليات اكتر بفرق شاسع عن الكمبيوتر العادي. فلو انا كان في كوانتم كمبيوتر قوي كفايه، ودي طبعا مش بعيده خالص، حاجات زي الاي سي سي والار اس اي اللي احنا قلنا من شويه انها طرق تشفير هتكون غير امنه اطلاقا. لكن حاجه زي الاي اي اس 256 اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه دي لسه امنه يعني شويه ضد الكوانتم كمبيوتر. ليه بقى الكلام ده؟ تعال اشرح، مش هنطول يعني ما تقلقش. انواع التشفير عامه او الخوارزميات بتاعه التشفير مقسومه لاسمين. الاسم الاول بيكون اسيمتريك كريبتو، والقسم الثاني بيكون سيمتريك كريبتو. يعني في ايه كده فاهم في الفرق؟ السيمتريك كريبتو بتكون انواع تشفير معتمده على مفتاح واحد بس. نفس المفتاح اللي بيعمل عملية التشفير هو نفس المفتاح اللي بيعمل عكس العملية بتاعة التشفير. نفس المفتاح اللي بيفتح الصندوق هو المفتاح اللي بيقفله. طبعا عيبها انه مجرد ما المفتاح يتعرف اي حد يقدر يكسر التشفير ويشوف المحتوى بتاع الحاجة اللي انت بعتها. ولكن بقى على الناحية التانية الاسيمتريك، فهنا انت مفتاح التشفير اللي حضرتك بتستخدمه علشان تعمل تشفير للبيانات مش هو المفتاح اللي بتعمل بيه عكس تشفير. مفتاح بيتعمل بيه عملية التشفير وده بيكون بابليك كي، يعني اي حد يقدر يشفر بيه رسالة عادي. المفتاح الثاني هو برايفت كي، ده بس الديستنيشن اللي هو اللي يعرفه ويقدر يفك بيه التشفير. يعني فعليا كأنك بكل بساطة بتقول للناس تمام
دي البيانات يا باشا، تقدر انت تعرف البيانات اللي انا باعتها، بس هتكون مشفره مش هتفهم حاجه. اي حد يقدر يشوف البيانات بس ما حدش يقدر ان هو يفهمها الا الديستنيشن. ليه؟ عشان هو الوحيد اللي معاه او اللي هو اللي يعرف مفتاح ان هو يفك التشفير. طبعا انت اكيد دلوقتي عرفت انه الاي اس هو اسيمتريك لانه اصعب على الكوانتم كمبيوتر، والطرق الثانيه دي سيمتريك بتحتاج مفتاح واحد، عشان كده الكوانتم كمبيوتر بيهدد بامانها. لا، الكلام ده مش صح. تقول ازاي يعني الاي اي اس بيحتاج مفتاح واحد ومع ذلك اصعب من التانيين دول؟ عشان تكسر ال AES مفيش طريقة غير انك تتوقع كل الاحتمالات الممكنة، مفيش طريقة تانية. فالكوانتم كمبيوتر ساعتها بيستخدم خوارزمية اسمها خوارزمية جروفر. فاللي بيحصل ان الكوانتم كمبيوتر لانه طبعا اقوى بكتير من الكمبيوتر العادي، فبيقدر يقلل صعوبة انه يلاقي الكي. يعني يقول مثلا انه الاحتمالات بتقل من 2 اس 256 ل 2 اس 128. كأنك قلت للكمبيوتر العادي بص يا سيدي، انت بدل ما هتدور في 2 اس 256 احتمال هتدور في 2 اس 128 احتمال. يعني بيقلل عدد الاحتمالات اللي هو بيمر عليها ويجربها تقريبا بالجذر التربيعي للعدد الاصلي. لانك طبعا عارفين ان انت لما بتعمل جذر عدد مرفوع لاس، فانت بتقسم الاس ده على درجة الجذر، فهنا جذر تربيعي يعني 256 على 2 فيها 128، وتشيز برضو صعب جدا علشان تجرب كل الاحتمالات دي. احنا بنتكلم عن 2 اس 128 اللي هو عدد يظل ضخم بشكل مش طبيعي. هو ظاهر على الشاشة، اتمنى بس اعرف ان انا اظهره كله بحيث يكون واضح ليك، فاهمني؟ بتخيل انك بتستخدم كمبيوتر عادي بتجرب عليه كل الاحتمالات دي بدل ما كانت 2 اس 256 احتمال بس. كده الاي اس مع انها سيمتريك الا ان عدد احتمالاتها ضخم جدا بيخليها قوية قصاد الكوانتم كمبيوتر، حتى لو هي محتاج كي واحد الا انها بتقدر تسد قصاد الكوانتم كمبيوتر، لان برضه بيظل القدرة الحسابية مكلفة جدا حتى على الكوانتم كمبيوتر. لكن بقى على الناحية التانية، علشان حضرتك تكسر حاجة زي الاسيمتريك، انت مش محتاج عدد احتمالات كبير قد ما محتاج تحل مسائل رياضية معقده جدا. عدد الاحتمالات بيظل كبير جدا، بس قدام الكوانتم كمبيوتر فكره المسائل الرياضيه المعقده ممكن تتحل بطرق غير البروت فورس او اللي هي القوه الغاشمه. مش محتاج تقعد تجرب كل الاحتمالات. هنا الكوانتم كمبيوتر بيستخدم خوارزميه اسمها شور. اللعبه بتكون لعبه ذكاء مش تجربه، فهنا الكوانتم كمبيوتر بتكون كفاءته اعلى. فلو الكوانتم كمبيوتر بالقوه الكافيه اللي زي ما قلنا مش بعيده خالص، بيقدر يكسر التشفير اللي من النوع ده. طبعا اكيد حاليا بيتم العمل على خوارزميات جديده للتشفير تقف قصاد حاجه زي الكوانتم كمبيوتر، وهتكون البيانات بتاعتها محميه يعني ما تقلقش. انا عارف ان انا طولت مع اني ما تعمقتش في حاجات كتيره، بس كل اللي احنا نقدر نقوله ربنا يسترها. بس سلام. That was amazing. You know what I'm talking about. بتشتغل ايه؟ بتشتغل لا مش عارف لسه، بس اكيد يعني حد هيتصل. انت طول ما انت حافظ الاسم ده ما شايف. بس يعني انا عامه حاسس سالك، انا مش عارف اجيب بصراحه اشتراك معاكم. حاسس 60 جنيه ايه يعني بصح. نيس يا ابني، حرام يا ابني، الناس دي هتصل. حرام. فعلا الموضوع ده حصل من كده. طحالة بالجزء التاني في الطريق.